البداية هنا أنا جبت كاس سكر أو كوب سكر، كاس لبن بودر، نص كاس مية مغلية. هنضيفهم في الشفشة أو الخلاط كده، أضربهم كويس. بعد ما ضربتهم كويس بالخلاط هصفيهم بالمصفى. بعد ما صفيتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هرفعهم على النار كده. كده انا رفعتهم على النار، افضل اقلب ما اسيبهمش يعني. طبعا افضل اقلب اول ما يطلع فقاقيع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس كده تمام. كده هو لسه سخن. هنا جبت طاسة حطيتها على النار، هنا كوباية من السكر، هوزع السكر بالشكل ده كده. اول ما السكر يبدأ يسيح بالشكل ده بالراحة كده، افضل اقلب فيه كده لغاية ما السكر يسيح خالص. كده السكر ساح. معلقة زبدة تكون كبيرة، وافضل اقلب وافضل اقلب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مسيبهاش على النار واروح اي مكان. بصوا كده. بعد كده نفس الكاس اللي عيرت بيه السكر نص ميه، وافضل اقلب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لغايه ما الكراميل يسيح، يبقى مع الميه، متجانس مع الميه كده. بصوا بقيت معايا ازاي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده كده انا طفيت عليها النار، سيبها لما تبرد ونشوفها مع بعض. هنا يا جماعة انا هضيف قبل ما اطفي النار هضيف الكريمة اللي انا عملتها، اهم حاجة طبعا كده. وافضل اقلب، بتدي ريحة الكراميل او الطوفي جميلة جدا خالص. بصوا لونها جميل ازاي. بس كده.
هنزلها مع النار كده، بقت جاهزة كده. الكراميل جاهز، طبعا هو لسه سخن. هنشوفه بقى مع بعض لما يبرد. تحفة، ريحة ما اقولكوش يعني. لون جميل فعلا. هنا اهم حاجة طبعا عشان ما تنشفش، اغطيها كويس كده بالشكل ده. بس كده، نسيبها لما تبرد ونشوف هنعمل ايه تاني. ده الكراميل اللي عملته معاكم بعد ما برد. بصوا بصوا، احلى توفي اهو. كده تستخدمه في الحلويات. بصوا كده، احلى كراميل او توفي كراميل. بصوا تحفة بجد، لون وطعم وقوام. بصوا عامل ازاي. اتمنى الطريقة تعجبكم. لو الطريقة عجبتكم ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعونا باللايك.